عمرك صحيت من النوم وكان في حلم لسه عايش جواك؟ حلم غريب ملخبط بس حسيته حقيقي، بس بعد دقايق بوم نسيته ولا كأنك حلمت أصلا. ليه؟ ليه بننسى أحلامنا بسرعة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. خليك معايا للآخر علشان تفهم دماغك بتعمل فيك كده ليه. بص يا سيدي، المخ بتاعنا فيه جزء اسمه هيبوكامبس أو الحصين، وده المسؤول عن حفظ الذكريات. لما بنكون صاحيين المخ بيبقى شغال زي مكان التسجيل، بيسجل ويخزن ويربط الذكريات ببعض. لكن لما بننام وبندخل في مرحلة اسمها ريم سليب، يعني مرحلة حركة العين السريعة، اللي هي المرحلة اللي بنحلم فيها أغلب أحلامنا، بيحصل حاجة غريبة. النشاط في منطقة الحصين بيقل، يعني المخ بيحلم بس ما بيحفظش اللي بيحصل في الحلم، زي كاميرا بتصور بس مفيش ميموري كارد. فبنصحى والحلم بيتبخر. الدماغ مش بتنسى الأحلام كسل، لأ، دي استراتيجية. المخ شايف إن الأحلام مش حاجة مهمة تتخزن، هو بيركز أكتر على الذكريات اللي ليها علاقة بالواقع، بالحياة، بالحاجات اللي ممكن تنفعنا. يعني لو حلمت إنك بتجري ورا ديناصور في مول العرب، المخ بيقول إيه الهري ده؟ خليه يطير، أنا هخزن بس إنك عندك شغل بكرة. والمخ بطبيعته بيحب الحاجات المرتبة والمنطقية، فما بيحاولش يحتفظ بيها. في ناس بتفتكر أحلامها، صح؟ ده غالباً بيحصل لما تصحى أثناء الحلم، أو تصحى بعده على طول، أو الحلم يكون مؤثر جداً، رعب، سعادة، ندم، خيانة. وكمان لو دربت نفسك هتقدر تفتكر أكتر. يعني لو كل يوم بتصحى وتكتب الحلم، مخك هيبدأ ياخد الموضوع بجد شوية ويقول الراجل ده بيهتم. نخلي في شوية ميموري للحاجات الغريبة اللي بيحلمها. في شوية طرق ناس كتير جربتها ونجحت. قبل ما تنام قول لنفسك أنا هفكر في حلمي أول ما أصحى. خلي ورقة وقلم جنب السرير أو موبايل بتسجل عليه صوت. أول ما تصحى ما تتحركش كتير، خليك مكانك وحاول تفتكر. اكتب أو سجل أي حاجة حتى لو كلمتين. هتتفاجئ بعد أسبوع إنك بتفتكر تفاصيل أكتر وأكتر. في النهاية دماغنا أعقد بكتير من اللي احنا متخيلينه، وكل حلم بنحلمه بيكشف حاجة جوانا. حتى لو نسيناه فهو ساب أثر. قولي في الكومنتات آخر حلم كان عن إيه، ويا ترى بتحب تفتكر أحلامك ولا تسيبها تطير؟ ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وسبسكرايب لو عايز تعرف أكتر عن دماغك وحياتك اليومية بشكل بسيط وممتع. سلام.